السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم من قناة مقتل جبار. اليوم توقعاتي للجولة رقم 15 من الدوري السعودي. نبدأ في أول القناة ونبدأ من أول مباراة واللي راح أتوقعها أبها ضد القادسية. أتوقعها فوز أبها، والله قوي، وقادسية والله قوي، لكن أتوقع فوز أبهاوي. نعم أبهاوي بنتيجة 2-1 كذا، 2-1 كذا راح تنتهي 2-1 من مباراة القادسية وأبها. ننتقل للمباراة اللي بعدها اللي 55 دقيقة، الفتح ضد الرائد. الفتح ضد الرائد مباراة والله قوية جدا جدا، يمكن من أهم المباريات المتوسطة من الجولة 15 في الدوري السعودي. أتوقعها 2-2 تعادل 2-2. نروح لجولة المباراة، ما يبالها شك ولا يبالها شيء. جولة المباراة الاتحاد عمود جدة الأصفر يواجه كبير الرياض النصر، واللي هي والله مباراة قوية، لكن أتوقع فوز اتحادي 2-1 إن شاء الله فوز اتحادي. يعني طبعا اتحادي أشجع نادي الاتحاد، فإن شاء الله فوز اتحادي إن شاء الله، ولكن خايف من النصر، لكن إن شاء الله بإذن الله فوز اتحادي. نروح للمباراة اللي بعدها واللي هي الاتفاق والأهلي. راح يعلق على عيسى الحربين معلق، راح أتوقع تنتهي 2-1 أهلاوية. أتوقع رقم غيابات، لكن إن شاء الله. الباطن العين أتوقعها ديربي، باطن العين أتوقعها فوز عيناوي. نروح اللي بعدها التعاون ضد ضمك، فوز قصدي ضبط العين ضد الباطن 2-1 عيناوية، وهذه إن شاء الله بعد 2-1 تعاونية. إن شاء الله تكون كل ما قلت إن شاء الله صح. أما هذه محسومة فوز هلالي بنتيجة 2-1. أتوقع 2-1. والأخيرة مباراة الوحدة ضد الشباب، أتوقعها فوز وحداوي بنتيجة 2-1. كان أخوكم من قناة مقتل جبار، لا تنسوا لايك واشتراك، مع السلامة.